السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناتي قناة كوكب النباتات. ومعنا النهاردة هنقدم طريقة ظريفة إن إحنا إزاي نخلص شتلة التوت البري من القصيص، من فريح الشتلة الأم، ونوديه القصيص تاني عشان نبدأ ناخد منه شتلة تانية جديدة خالص. ودي مرحلة لابد منها عشان نعمل إكسار، وده إكسار سهل. يعني شتلة التوت البري اللي قدام حضراتكم دي وارد إن هي بتخلف خلف شيطانية كده، يعني بتبقى في ريحها ماشي سرطانية، يعني بتطلع في ريح الشتلة الأم الكبيرة طبعا. واحنا لما بنلاقيها كده بنسيبها لحد ما تطول لحد 10 15 سم وتجمد، ونبدأ نستأصلها بقى بالراحة ونخلصها من الجدر بتاعها وننقلها القصيص سليم لوحده، بحيث ان هي تنمو وتكبر ونشتغل بقى عليها وتبقى شتلة ايه زي اللي حضراتكم شايفينها كده. يعني اللي انتوا حضراتكم شايفينها دي متاخده من فريح ام برضه. ودي احنا كده خلاص داخلين على الشتلة الام. ودي الشتلة اهي، هي الشتلة الصغيرة دي اللي في ريحها طولها حوالي زي 10 سم او 15 سم. فازاي احنا هنخلصها ازاي من فريح الام، الشجرة الام؟ ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي بحرص وبالراحة، وهنعرف هنخلصها ازاي وننقلها ازاي القصيص جديد ونتوكلوا على الله ونشتغل بقى دلوقتي. كده زي ما حضراتكم شايفين احنا بنجيب منظر لشجرة التوت البري ماشي، او البلاك بيري، يعني حسب هي ما بنسميه. يعني في ناس تسميه بلاك بيري، التوت البري، توت العليق، هو كله واحد، هو مسمى واحد، 3 مسميات لايه؟ لنبات واحد او شجره واحده. انا كده باخلي وافحر حوالين الشتله. طبعا الشتله دي هي تعتبر طالعه فرع صغير من تحت الارض، عرق كده او فرع صغير ماشي، حجمه حوالي زي 5 مللي كده، او 5 مللي، حوالي زي 5 مللي. وعمل بقى ايه؟ منبته لوحدها كده، عملت ايه؟ شتله لوحدها، شجره شويره صغيره لسه حوالي 10 سم 15 سم. انا كده باخل عليها الطين والتربه اللي حواليها واحده واحده كده، عشان نجيب الجدر بالراحه، وهنقطعه بالآلة الحاده بالسكين، هنخلصه من الأم. خلي بالك مش العرق ده لوحده هو اللي شغال على الامتصاص والنمو، لا، ده يعتبر العرق من الام، انما هو عامل لنفسه. الشتله دي عملت لنفسها شعيرات وجذور جديده وشغاله عليها، يعني مش معتمده على الام. فاحنا هنقطع اللي هو ايه اللي هو من الام، وهنخلصها بالراحه بكميه تربه برضو معقوله كده من تحت. ايوه كده، احنا كده قطعناها بالسكينه قبل كده يعني ومجهزينها ماشي. وهوريكم العرق اللي كانت ماسكه فيه في الام. هو ده اللي انا باخل عليه ده. ايوه، هو العرق ده حوالي زي 5 مللي او هو ده الابيض ده اللي كانت ماسكه فيه من الام. هو ده الشريان اللي كان بيغذيه، بس هي ما اعتمدتش عليه لوحده، لا، في جذور جديده طبعا. هي عملت جذور وعملت شعيرات وكانت مسؤوله عن الغذاء. انا خدتها من مجموعه التربه اللي حواليه. وكده بقى عندنا شتله توت بردي او توت عليه او البلاك بيري زي ما احنا عاوزين. كده احنا بنجهز التربه الجديده طبعا، وجبنا قصيص متوسط حوالي زي مثلا قول 25 سنتي، وتربه طبعا جيده مزروع فيها قبل كده. وكده هنجهزها طبعا، وهنفحر مكان عشان الشتله الجديده تنزل فيه زي ما حضراتكم شايفين. وهنحط الشتله بتاعتنا اهو، والفرع برضو اللي انا قطعته ده هو ده اللي كان، انا برضو بحاول افكركم، هو ده اللي كان مسؤول. يعني انت لو رحت للبلاك بير اللي عندك او التوت البري هتلاقي مطلع خلفه سرطانيه كده من فريح وبتبقى لها شريان واحد هو اللي بيغذاها، وهي بتعمل لوحدها جذور بقى وتشتغل في التربه. فاحنا بنستأصل الشريان بتاعه ده، وناخد الشعيرات بقى بايه؟ بمجموعه من التربه، بحيث نستأصلها سليمه بكميه تربه معقول، وننقل كده. نقل كل اللي كان عندي كان نفس الشتله الصغيره دي،
يعني الشجره اللي عندي الكبيره اللي انت شفتها في الاول كان هو نفس الشتله الصغيره دي نفسه. وهو ده البلاك بيري، وده ما بيغيبش في الاسمار، يعني ممكن 4 اشهر وتلاقيه بقى بيفتح الزهور، والزهره بتتحول لايه، لثمره، وثمرته بتبقى ضخمه وكبيره. بتاخد اللون الازرق الاول، وبعدين تخش على اللون الغامق، وبعدين تخش على الاحمر، وبعدين تسمر. وهي دي المراحل بتاعت النمو بتاعها. كده هنروي بقى ان شاء الله، كده هنروي ان شاء الله. كده احنا نقلنا الشتله ان شاء الله، وكده هنبدا نرويها ري غمر عشان المكان يمتلي كله ميه، ولو في فراغات ميه ولا حاجه تطلع فراغات هواء، بحيث يبقى في استقرار في التربه، ما يبقاش فيه تشققات او هواء او كلام من دي. وهنحطها برضو في مكان شبه ظل، بلاش الحر الشديد، عشان يبقى فيه رطوبه وما يبقاش فيه جفاف. وكده الزرع بعد كده هيستقر ان شاء الله، وهنسيبه. وهنلاقي ان الشتله دي هتبدا بقى ممنوع نحط لها طبعا اي اسمده، لانها صغيره وضعيفه ما تستحملش. ولا بعد شهر، بعد شهر ممكن نفكر بقى نديلها اسمده خفيفه خالص وضعيفه. هي كده بقى ايه، عايزه تتحط في مكان مظلل نسبيا، يعني في نور وفي كله. وكده احنا نقلناها في المكان المظلل، انتوا شايفين زي ما انتوا شايفين المكان مغربل بالشمس، يعني ايه بين البنين، ولا هو شمس ولا هو ايه ولا هو ظل خالص، يعني ده مكان مظلل فيه نور وفي شمس مقطعه كده ايه وعامله استقرار. وانا حاطط تفريح بقى ايه الشتله الام اهي، دي الشتله الام الكبيره طبعا. والشتله الام دي كانت هي نفسها هي التانيه، هي كانت 10 سم صغيره متاخده برضه من فرح ام تاني. ده هتولد دلوقتي بقت حوالي 3 متر زي ما انتم شايفين، وهي نموها جامد، يعني دي بالصلاه على النبي كده بتمشي لوحدها ماشي. عاوزه مكان بس، ولا بيهمها صيف ولا شتاء ولا جو ولا حاجه. بلاك بيري ده ممتاز، مش عاوز اي حاجه. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو، واتمنى نكونوا استمتعتم بالوقت معانا. واللي ما اشتركش اشترك ويعمل اللايك والشير والاعجاب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.